السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ليه نشتريها بالغالي وتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة؟ برطمان المربى بنشتريه بكام؟ ب60 جنيه، ما يكملش نص كيلو. دول 2 كيلو فراولة ب20 جنيه، وكيلو سكر. وبتعملي كل حاجة في البيت بمقادير بسيطة. كمان داخل علينا العيد، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل البيتي فور. مقاديرنا 2 كيلو من الفراولة، هنضيف عليهم كيلو من السكر. خلاص كده هغطيها لمدة ساعتين واسيبها منقوعة. خلاص كده بسم الله ما شاء الله، بعد ما قعدت ساعتين نزلت كل السوائل اللي فيها. رفعتها على النار. اول ما تاخد غلوه هدي عليها النار خالص زي الشمعة. وبعد كده هيبتدي يتكون كميه كده من الريم، هشيلها اول باول في طبق. ليه بنشيل الريم؟ علشان صلاحيتها تبقى مده اطول، حتى لو قعدت معاكي اكتر من 6 شهور. لكل كيلو فراوله نص كيلو من السكر. هنتابعها مع بعض خطوه بخطوه، وهقول لكم الاضافات اللي في الاخر ايه. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى يا بنات؟ هو ده اللي انا بقول لكم عليه. ده بيخلي الصلاحيه بتاعه الحاجه بتبقى مدتها اقل، قليله جدا. فانت بقى على قد ما تقدري. انا شلت من الريم ده حوالي 3 4 مرات كده، بالشكل ده اهو. بسم الله. هفضل اشيل فيه لحد ما يبقاش فيها خالص، هو بيعوم فوق الوش. بسم الله. كده انا مهديه عليها النار. لازم نطلع الريم ده كله. بجيب بقى هرسه البطاطس وافضل اهرس فيها بدل ما تبقى قطع، ولو حباها قطع مفيش مشكله. هحط كيس من الفانيليا، وهحط عصير الليمون. تقدري تستبدلي عصير الليمون بملح ليمون، حاجه بسيطه على 2 كيلو. تحطي طرف المعلقه. شايفين اهي؟ هي كده ما شاء الله. خلاص كده. هحوش بقيه الريم ده وهطفي عليها. خلاص كده طفيت عليها. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله. شلت كل الريم اللي حواليها. اجمل وافضل من اللي بنشتريها من بره. لونها احمر وفعلا جميله وخطيره. والفراوله بصراحه من اكتر الانواع المربى اللي بحبها، والتين برضه. عملنا 2 كيلو مربى، تمنهم بره 240 جنيه، لان بنشتري البطرمان ما يكملش نص كيلو ب60 جنيه. جربوا الوصف. انزلي حطي الاشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.